الأخبار الموجزة ليوم الاثنين. يقول المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية ذبيح الله مجاهد: ذهب دبلوماسيون سعوديون لمدة أسبوع من التدريب، وشائعات أخرى حول هذا غير صحيحة. قدمت وزارة الخارجية التعازي نيابة عن الشعب والحكومة الأفغانية إلى المتضررين بسبب الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا، والذي راح ضحيته مئات الأشخاص وتسبب في خسارة الأموال. تم توزيع الزي الخاص لقوات الحدود على حراس مطار خوص الدولي التابع لوزارة الداخلية. زار وزير شؤون الحدود والقبائل الملا نور الله نوري طريق عبور جسر الحرير والنقاط الحدودية مع إيران خلال زيارته الرسمية لمقاطعة نمروز. عقد اجتماع لجنة التنظيم والرواتب برئاسة مساعد الاقتصادي لرئاسة الوزراء المولوي عبد السلام الحنفي. التقى الملا فيض الله تميم مدير العام للهيئة الوطنية للمواصفات بمسؤول مجموعة قندهار وشركات RGC في مكتبه. تم إدخال 22 طفلا آخرين مصابين بثقب القلب إلى مستشفى الحاج أمير زادة في الأشهر الخمسة الماضية. أحال الهلال الأحمر الأفغاني 649 طفلا مصابا بثقب القلب إلى المستشفيات المختلفة، وتم دفع تكلفة العلاج من قبل الهلال الأحمر الأفغاني. يريد البنك المركزي أفغانستان بانك بيع 17 مليون دولار الأمريكي في المزاد العلني يوم الأربعاء للحفاظ على سعر العملة الأفغانية. يقول وزير المناجم والبترول الشيخ شهاب الدين دلاور: لقد قدمنا عقدين فقط لشركات أجنبية حتى الآن، ومن 75 إلى 80 لتجارنا الداخليين.